خرجت حمله واسعه تضامن مع رابح ماجر، لاعبين سابقين، مدربين ولاعبين حاليين، تضامن كبير جدا مع رابح ماجر من الاوساط الايه اللي هي الكرويه او النخبه يعني. تضامن كبير مع ماجر بعد صافرات الاستهجان. عبرت العديد من الشخصيات الرياضيه والاعلاميه ورواد تضامنهم الكبير من اسطوره بعد استهدافه صافرات الاستهجان خلال مباراه الجزائر واثيوبيا. وطالب الاتحاد الجزائري عبر حسابه باحترام رقم 11 اللي هو كان رقم رابح ماجر، وجابوا صورته بالالوان الوطنيه. جزائر رابح ماجر ده الزميل حفيظ دراجي. رابح ماجر الانسان واللاعب الاسطوره يستحق كل احترام والتقدير وليس التنمر والتصفير. على اجيال الصعيده الشغوفه بالكره والعاشقه ان تتحلى بالاخلاق الحميده وتجبر على الافتخار برموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات. لما وعلق مدرب مجيد بقرة ومن جهته ابدع هداف منتخب اسلام سليماني وارفق سليماني واستغل مزيان الفرصه بعد اللقاء، حرام ان يتم التصوير على ماجد. لما شفت هذا التضامن مع رابح، اولا قلت اين كان هؤلاء جميعا؟ ما حدش منهم فتح بقه حقيقه وقت المشهد المسيء جدا اللي حصل البطوله. فين كان كل هؤلاء؟ يعني سكتوا على ده، تضامنوا مع رابح ماجر، تمام. طب كل هؤلاء كانوا فين وقت ما حصلت الهتافات المسيئه للمغرب في افتتاح البطوله؟ كل المتضامنين وكل اللي اعترضوا لماذا صمتوا وقت الهتافات المسيئه؟ ما قالوش يا جماعه يعني ما يصحش، يا جماعه احنا اشقاء، يا جماعه عيب، يا جماعه ده كفايه المنتخب ما شاركش. كل هؤلاء صمتوا في ماتش الافتتاح وسط الهتافات المسيئه للمغرب.